السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحه جيده. نطلع لكم فيديو جديد ان شاء الله ربي يفتح عليكم بمن الخير الصحه العافيه يا رب العالمين، ويكونوا جازوا هذه الايام المباركه ان شاء الله في الخير، واللي بقى ان شاء الله يا ربي تكملوهم في الخير والعافيه. بما انه رانا مع شهر رمضان دائما نديروا لي بلا هكا خفاف، نحاول انا قد ما نقدر ندير لكم حاجه سهله بسيطه غير مكلفه. اليوم راح نديروا هاد الطبق، راح يجي بزاف سهل، سورتو النساء العاملات يقدروا يبريباريوه الصباح يروحوا الخدمه كي يجوا العشيه. انا هذا وجدته الصباح كي جيت يعني كملت الخدمه ديالي 6 بديت درتو يتحمر. هذيك هي مع تحميره قد تشوفوا قبل الفطور بربع ساعه يكون سخون. الله الله هذيك هي يعني هذه من الاطباق اللي نقدروا نوجدوهم بحال يعني ليه ونبريباريهم الصباح، سورتو النساء العاملات على بالي بزاف اللي يخدموا في رمضان وما يلحقوش من بعد كي يدخلوا ما يدخلوش بكري. انا حنقترح عليكم اطباق سهله، تابعوني ان شاء الله هذه الايام. راح نحاول نقدم لكم حاجات ان شاء الله في مقدور الجميع. ما تنسوناش اللي جام والدعم ديالكم، وان شاء الله ربي كما يقولوا يفرح كل واحد يا رب، ويقدر كل واحد يا رب. المهم الصحه، ولهنا ديما نقولها لكم الصحه وراحه البال، هذاك هو الاهم. نبدا بسم الله على بركه الله. اول حاجه انا الصباح كي نوضت هكذا شوفوا وجدت الفخيت، درت هذاك الدجاج مغسول تاع الدجاج، حطيت عليه وريقه تاع الرند، درت عليه شويه ماء توابل ثوم وخليته طاب كما راكم تشوفوا هنايا. من بعد ما طاب خليته حتى طاب مليح، فتتو هكذا ووجدتو. هادو ما راني نبريباري فيهم عفوا للبوراك. انا هنا نوريكم بلي نبريباري كل حاجه هادو من العفايس الصباح. بالنسبه هذه لا خام بعد لا حزينوا بها هذاك الطبق تاعنا. هنايا وجدت لي فخيت، هنايا درت في ريسيبيون حطيت هذاك لي فخيت، وجدتها هكا مكعبات صغيره. قلت لكم هذاك السدال تاع الدجاج حطيته في ورقه تاع رند، درت له توابل فلفل كزبر، درت له ريقه تاع رند والملح وخليته طاب حتى وين طاب فتتو كما راكم تشوفوا هنايا. ومن بعد بيان سور نحو هذيك الوريقه تاع الرند وحطيته هنا مع هذيك المكعبات تاع لي فخيت. عندي هنايا 3 حبات تاع البيض، هنا عاود درت له فلفل الاسود كزبر، درت له شويه كمون، ديروا شويه كمون هنايا كما راكم تشوفوا. هنا نديرو في التوابل، حطيت عليه شويه اعشاب عطريه، 3 حبات تاع البيض، زيتون كوبي كما راكم تشوفوا هنايا. يعني هادوما نتوما تقدروا ديروا واش حبيتوا. هنا عندي كميه تاع فرomاج بلو، يعني راح نضيف له كميه، راح نزيد له في هذيك البنه الطراوه هذيك باش يجيكم طري. نخلطهم كامل مع بعضهم. هادوما تقدروا تبريباريهم من قبل، يعني كيما انا هادو الحاجات نوجدهم الصباح، يعني باش هكذا كي تكون واحد يكون خدام ولا يقدر يلحق العشيه. هنا شوفوا جبت هذا لومون، نتوما تحطوا اي مول يكون عندكم ما يهمش، دائري ولا كاري ولا كيما حبيتوا. حنحط نفرش عليه بابي كويسون هنايا. بيان سور دهنوا شويه بالزبده لتحت باش ما يلصق لكمش هذاك لو بابي. هنا حطيت عليه هذاك الخليط. انا هنا شوفوا وجدته حطيته في دخلته حطيته في الفريجيدار، وبعد شويه 6 هكذا والاخر 16 جبته تما شعلت له هذاك الفرن سخون وخليته ما طوليش كامل، خاص واحد 4 ساعات كان واجد. هنا راني نستفن هذاك الخليط كامل بيان سور من فوق. من بعد بالنسبه هذاك راح نقراطيوه بالفرomاج، اي نوعيه كانت عندكم، رويال، روج، شيدار. انا كان عندي شيدار هنايا، نحيت موسو تاع شيدار، يعني رابيتو هو اللي راح ندير به من فوق لاغراتيني. نتوما كيما حبيتو، يعني اي نوعيه كانت عندكم ما يهمش. هذه هي المهم، هذوما الاطباق السهله اللي تقدروا توجدوهم تبريباريوهم اي مول كان عندكم ما يهمش، مش لازم يكون هكا طول كيما ديالي. تقول لكم ديروا اي مول كان عندكم نورمال عادي. حتى المده تاع الطياب تاعو ما راحش تشد لكم كامل الوقت. قلت لكم هنايا انا استعملت شيدار مرشو صغير هكا كيما راكم تشوفوا، مرشو صغير فقط راح يكفيكم. يعني بالي بلي كل حاجه راهي غاليه، وهذه هي ان شاء الله ربي يقدر كامل العائلات الجزائريه. انا ديما نقول لهم ماكش كيما الانسان اللي كلها حلوه، المهم يكون في البيت في المنزل. كاين ناس الانسان لازم يتفكر بلي كاين ناس مشتاقين الصحه، راه حاليا في المستشفيات روحوا فقط ضربوا طلع المستشفيات حتى رمضان ما جوزوش مع الاهل تاعهم والاحباب. علاش الانسان ما لازمش يقارن روحه بالاخرين؟ لانه كل واحد فاش خاضيها، يعني كل واحد ربي فاش ابتلاه.
له. لهذا الانسان الحاجه اللي لها يحمد ربي، معليش ما قدروش ربي على هذه ولا هذه ولا هذه، عادي حتى انه ما يشوفش للناس واش راهي دير واش راهي، لانه كاين ناس حتى النعمه اللي تكونوا نتوما فيها هما محرومين منها. انا حتى تشوفوا غير كيما كنت يعني صارت حادثه وطلعت المستشفى هكا في رمضان، تشوفوا الناس كيفاش راهي بعيده على العائله تاعها، على العائله تاعها راهم بعاد راهم هكذا، تحمدوا ربي صباح وعشيه، الحمد لله دائما وابدا. المهم هنا هاوليك البلا تاعي هنا كان بخسك 10 دقائق قبل الفطور، هاوليك راهو سخون كالعاده. زهره شوفوا كمان باغ ديما انا تاني نحضر ليا نختار الفرصه كي يكون الفرصه سخون، ندخل تاني قطعه تاع كومباغ هاوليك راهو ديما بالعسل. هذا ادمان، هذا حكيت لكم عليه بلي انا غراف انا يا وليك والله. ديجا بزاف لهم يضحكوا عليا المتابعين تاعي على الكومباغ، داروني قصه عليه. المهم قالوا لي زهره كومباغ. المهم انايا كيما راكم تشوفوا هادوما نحي هذاك بابي كويسو. شوفوا هنا انا وسيتو سخون، نتوما خلوه شويه بس كان هنا باش نصور كنت نجري شويه، كنت قطعته ومن بعد خليته شويه ريح شويه برد، ومن بعد طلعته بهذيك سباتول هذيك من تحت هكا، طلعت الحبه باش هكذا حاولت نحيها غير بالعقل لانه كان مازال سخون. يعني خدت شويه وقت. نتوما روحوا معاه غير بالعقل على جال هذاك لو بابي، باسكو هنا انا كنت نجري باسكو على جال واش يسموه كان سخون وكان ما بقاش بزاف الفطور. هذه هي. المهم بالنسبه الاخر قطعته هنايا. انا شوفوا هنا كون نقول لكم تضحكوا، البلا اللي كنت حنسربي لكم فيه طاح تاك 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 راح تكسر. تسمى شوفوا انا وين نجي نروح نزيد البلاكار ونطلع ونجبد، عاود تشوفوا حطيته في هذه كانت قدامي بخاصك. هنا كانوا مازالوا 5 دقائق الفطور، تسمى ما وسيتش كامل روحي، يعني لقيت هذيك اللوحه قدامي حطيته هنا، قلت له والله ماني طالعه البلاكا ونجبد تكسر مكتوب. هذه هي. المهم تكسر الشر كما يقولوا. هنا راني ندير هذيك الكريمه تاع الفرomاج اللي كنت وجدتها من قبل. هذه عادي كريمه تقدروا توجدوها ليه يعني شحال من مره درنا هذو الكريم. صوص فرomاج تكون ثقيله شويه، وهنايا حطيت عليها هنا اعشاب عطريه شويه. هذه هي بلاتانتين خفيف ظريف من الاطباق السهله. انا ديما نحاول نجيب لكم الاطباق اللي نحتاجوها في حياتنا اليوميه، هذا هو الهدف تاعي، ندير وصفات ان شاء الله يقدروا عليهم كامل احبه. نوعوا من ذاك هكذا ومن ذاك هكذا. هذه هي. راح نقول لكم صحه فطوركم، ان شاء الله تجوزوا الايام اللي باقيين في الخير يا رب العالمين. ان شاء الله راح نلتقي بحول الله في وصفات جديده راح تكون بين الحلويات والاطباق بحول الله. انا شوفوا راني مانيش نصور بزاف لانه راني نخدم سي بوصا، من ذاك نتلقى لكم فيديو. هذه هي. ان شاء الله راح نبقاو نكملوا في هذا المشوار ونمد لكم وصفات اللي تحتاجوهم. تحيه مني اليكم جميعا، صحه فطوركم، الى اللقاء.